بس يكون عندك مناسبة أو زيارة مفاجئة أو مستعجلة، ما في أطيب وأسهل من كيك الفواكه. حبيت شارككم بكيك الكرز الفرنسي، كتير طيب ولذيذ، هيك بيفكروا أزواجنا أنه بيطلع معنا الكيك بسرعة. بيلزمني لهذا الكيك 3 بيضات ونص كيلو كرز، كاسة سكر، كاسة جوز مطحون، كاسة طحين، ظرف فانيليا، وقشر برتقان أو ليمون إذا بتحبوا، 3 ملاعق زبدة، ونسيت لكم الحليب كمان. ما بيلزمني أدوات كهرباء أبدا، ممكن بالملعقة أو الخفاقة العادية. بنكسر البيضات ونضيف الفانيليا وبرش البرتقان والسكر كمان. الخطوات بهذا الكيك أبدا مو مهمة. هلأ أنا ضفت الحليب والزبدة والجوز، وهلأ راح أضيف الطحين كمان. المهم أنه ما تتكتل معي المكونات. بعد ما مزجت الخليط كتير منيح، برتب الكرزات اللي تخلصت من بذورهم بسفل الصينية وبضيف عليها الخليط. بيكون أنا مشغل الفرن على درجة حرارة 200، بحطه بالفرن. بعد نص ساعة بطفي الفرن، ما بفتحه إلا بعد 10 دقايق. بعدين بتكون هيك النتيجة. طبعا الطعمة رح اترك لكم انتو تجربوا وتخبرونا.